عارفين البرتقانتين اللي كل ما نخش المطبخ نلاقيهم فايضين في طبق الفاكهة؟ تعالوا نعمل بيهم العظمة دي. أول حاجة هقطع البرتقان لسلايسز رفيعة بالشكل ده، وهجيب صينية مقاس 28 أحط فيها معلقة كبيرة من السكر على النار ومش هحركه خالص لحد ما يتكرمل ويوصل للون ده. هطفي عليها وأحط البرتقان بتاعي. تعالوا بقى نحضر خليط الكيك. 3 بيضات، هحط عليهم كيس من الفانيليا وعليهم كمان كوباية إلا ربع من السكر، وهضرب بالمضرب الكهربي أو الخلاط أو حتى المضرب السلك لحد ما أوصل للون الفاتح ده. وهضيف كوباية من عصير البرتقان، نص كوباية من الزيت، معلقة كبيرة من الخل، وهقلب كل ده. ودلوقتي المواد الجافة بتاعتي وهي عبارة عن كوبايتين بس من الدقيق المنخول، عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة بسيطة من الملح. هنرجع بقى السوائل بتاعتنا تاني ونقلب خليط الكيك كويس، وهنتأكد كمان بالسباتولا ان كل الطبق نضيف من تحت. هنزل بقى بالخليط دوت على الصينية بتاعتي اللي كان فيها البرتقان اللي متكرمل، وهكون مسخنة الفرن ادخلها على حرارة 180 لمدة 40 دقيقة او لحد ما توصل للون الجميل ده. طبعا هنسيبها تهدى شوية وهنقلبها. في اللحظة دي هتشموا ريحة رهيبة، ميكس بين ريحة الكيك على مربى البرتقان على كرملة السكر، ميكس بين الروايح كان رهيب. الكيكة طالعة هشة وجميلة وطعمها جميل جدا، وطعم البرتقان فيها خطير. كوباية شاي بس وادعولي، عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم.